إحنا مثلًا بالنسبة لنا بيعيّنوا ناس، فالناس آخرها مثلًا say بيشتغلوا من الساعة 09:00 ل17:00، بعد الساعة 17:00 خلاص أنا خلّصت، آه. تمام، وبانزل بقى أخرج بالليل طب ما أسافر بقى وأهيّص يا جدعان. تمام، والweekend تمام جدًا، فسألت طَب أنتم يا جماعة إيه اللي بيخلّيكم تعيّنوا عربي يعني؟ ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد من فيديوهات من 20 وانت طالع. الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن الشباب وخصوصا على جيل العشرينات، وكنا اتكلمنا قبل كده في كذا فيديو عن الشغل وعن اول شغلانه انت اشتغلتها وعلى فكره ثانويه عامه. والنهارده الموضوع اللي هنتكلم فيه هو موضوع تقريبا كلنا او كل الجيل اللي طالع بيفكر فيه، وهي فكره الهجره او السفر بره عموما. معانا النهارده شريف ومصطفى. يعني شريف بيمثل بقى الجزء اللي هو سافر اصلا بره. فانا عايزك كده يا شريف كده من الاول مبدئيا تحكي لنا على فرق الثقافات اللي احنا مش شايفينه، لان في الاخر احنا دايما يعني انا اتوقع ان كل الناس بيبقى عندها الكونسبت بتاع انا عايز اسافر، انا عايز اخلص هنا واسافر حياة احسن هرتاح. هل بقى الكلام ده فعلا حقيقي ولا الموضوع ده مختلف تماما عن في بره يعني؟ أولًا أهلًا بيكم. أكيد الناس كتيرة أوي بالنسبة لها بسبب أنا شايف بسبب الميديا وبسبب الأفلام وبسبب اللي إحنا بنشوفه على الإنترنت إن الناس كلّها بتحلم إنها تسافر برّه، بلس أكيد كده كمان بسبب اللي بيحصل في البلد، إن إحنا ممكن نكون عندنا شوية مشاكل، زحمة، ممكن عندنا ما فيش بس ما اعتقدش نظام حد أوي. هيسافر عشان زحمة يعني. في ناس بالنسبة لها ممكن تسافر عشان مش الزحمة. الزحمة. في ناس بيقول لك عشان التلوث، يعني اه سمعت أسباب كتيرة. فهي أنا باحس السفر بالذات إن في اختلاف ثقافات أو اختلاف حتى في الآراء إحنا شخصيًا مننا، صح إن أنا لو سألت كل واحد فينا أنت عايز تسافر ليه؟ هيكون إجابته مختلفة، أوكي؟ صح. بس بنسبة كبيرة جدًا ممكن يكون في حاجات common ما بيننا على أساس إن إحنا بنشوف. بس أنا مثلًا كنت بالنسبة لي لأ، أنا شايف إن في ناس كتيرة جدًا شايفة إن السفر برّه هو حلم كبير ما هو ده بقى جدًا. الناحية التانية عند مصطفى. بالضبط. الفكرة بقى بتاعت حلم السفر، انا عارف ان انت يعني حلمك ان انت تسافر إمم. وتروح بقى مثلا امريكا ولا تروح اوروبا او كده. بس فكرة بقى الحلم نفسه، يعني انت دلوقتي هتتخرج اهو السنة الجاية. آه. فانت دايما اكيد زي اي حد، وانا عارف كمان يعني بره الفيديو يعني. إمم. يعني ممكن تخلص أول طيارة وطيرة على على طول. طول. على اول أول طيارة على طيارة. طول بعد السفر. فليه يعني ايه السبب لده يعني؟ مش عارف، أنا حاسس إن هو لازم، أنا عايز أجرّب عمومًا، وأنا حاسس إنها هتبقى حاجة عمومًا لو هاعيش برّه، دايمًا باحس إنها أريح، يعني هابقى أريح حتى لو بنقارن من هنا وبرّه، الدنيا برّه ثابتة وما فيش يعني ما فيش في روتين بره اكتر. اللي هو الدنيا ثابتة وأنا مش عايز بقى اللي هو فاهم، والrisk بيبقى تحسّه أقل شوية، لإن أنت ممكن تبقى عملتك ثابتة برّه، فاهم، بتتكلم غالبًا كماديات يعني؟ ماديات أكتر دلوقتي. الريسك ان انت العيشة نفسها، العيشة نفسها هتبقى يعني هو حتى لو أنت عارف بتشتغل اللي إيه بيخش أنت. لك هو اللي بيخرج آه، كل شهر مش. وما فيش حاجات بتتغيّر كتير والجو ده. آه. بس لأ، بس خلي بالك أنا يعني برّه أعتقد الفترة الأخيرة دي حصل جو ال التضخُّم يعني. يعني يعني أنا مثلًا بالنسبة لي سافرت في آخر 6 شهور، فكان أنا بصراحة كنت متخيّل حاجة تاني، إن فعلًا الأزمة اللي هي بتاعة حرب روسيا وأوكرانيا أثّرت على البلاد اللي اقتصادها مثلًا ضعيف أو مش مستقر، هي زي أنا مثلًا. فشخته مش زي مصر أوكي. بس اكتشفت إن مثلًا في أوروبا لأ، أوروبا برضه متأثّرين، الأسعار بتزيد، أي نعم الأسعار بتزيد بريت مش زي مصر، لإن إحنا عندنا موضوع البنك المركزي إن هو رابطنا آه. بتعويم العملة والكلام ده كله. هناك لأ، اقتصادهم أقوى شوية، بس still في حتة إن لأ، الأسعار بتزيد. فأنا كان بالنسبة لي فكرة إن الأسعار عمّالة تزيد، أسعار مثلًا خدمات أساسية زي إمم. الكهربا، زي المواصلات، البنزين، الحاجات دي كلها. فأنا كنت فاكر مثلًا إن مصر بس هي اللي بيحصل فيها اختلاف الأسعار، فبالعكس هي الأزمة مأثّرة على العالم كله، حتى أمريكا اللي هي تعتبر من أقوى الاقتصاديات في العالم، ما الأزمة هي أصلًا عمّالين وهي ما يزوّدوا في هي سعر أيوه الفايدة. صح. وحاجة كمان بقى إن هم أصلًا يعني أنا باشوفها من وجهة نظر، هم مش متعودين أصلًا على كده. يعني مثلًا إمم. هنفترض إن صح. إحنا مثلًا حصل تضخُّم عندنا ب50، 60%. بس إحنا أصلًا عندنا المبدأ معروف، إحنا كل سنة مثلًا بتزيد 20، 30. فجأة حصل زيادة كبيرة وده خلّى الناس كتيرة تبقى تعبانة في حياتها اليومية عامةً. اهم. بس هم برّه ما بيزيدوش أصلًا، فلمّا يزيدوا ال10% هو إيه هو فجأة بيتجننوا بقى. بيتربّوا. اللي هو إيه اللي بيحصل ده، أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. وتلاقيهم اللي هو يعني حاجة أنت مش متعوّد عليها خالص. لكن إحنا هنا أنت متعوّد عليها بس حصلت زيادة. مضبوط. فأنا باحس برضه دي حاجة من الحاجات. بفترات قصيّرة أوي. وكمان حاجة تانية، الزيادات عندهم ما عندهمش أصلًا تقريبًا زيادات. يعني لأ. برّه في الشغل ده concept أصلًا جديد، فكرة إن أنا أزيد بقى اللي هي الزيادة السنوية اللي إحنا الطبيعي جدًا بالنسبة لنا.
هم مش عندهم ده وهم صح. بيزيدوا، فبرضه يعني تحس برضه إن هي التوليفة على بعضها ممكن تبقى أنت متأثّر أكتر، بس هم حاسين بالموضوع، مش هاقول لك أكتر لإن هو أكيد مش هيحسّوا أكتر ما إحنا حاسين، بس حاسين بحاجة مختلفة، مضبوط. صح؟ يعني يعني هو عامةً خلّيني أقول لك على حاجة، هو هناك فعلًا بسبب إن الأسعار تعتبر مستقرة إمم، بشكلٍ ما، ما ليش دعوة طبعًا بالزيادات اللي حصلت دي، فبناءً عليه الزيادة في المرتبات تعتبر بسيطة، 1 ل3% سنويًا، مش زي إمم، هنا مثلًا في مصر، لأ في بتتكلّم زيادات هنا في average 10% لإن مثلًا، طبعًا إحنا الاختلاف في الأسعار صح، كل سنة بيبقى كبير يعني، بس طبعًا السنة دي برضه حصل هو أزمة لغوا مثلًا الزيادات عندنا في الشركة، إن هم لغوا الزيادات أصلًا السنوية، بس ده فهُم عشان موضوع الlayoffs بقى والحاجات دي بتاعة الشركات نفسها، بالضبط، فهو بيوفّر وكمان budget. الأزمة الاقتصادية اللي مأثّرة على العالم وأمريكا، فطبعًا آه، بناءً عليه بتأثّر على الباقي، آه. بس برضه لأ بس ده هي مأثّر برّه يعني برّه وهنا، يعني بس أنا حاسس شايف إن إن الزيادات السنوية هي هدفها حاجة اللي هي الأسعار لو في البلد عندك بتزيد بشكل كبير، المفروض إن أنت بيحصل الزيادة السنوية عشان تغطي صح، الموضوع ده، صح. بس لو كان برّه هاقول في أوروبا قبل موضوع الحرب، لأ الأسعار كانت عندهم ثابتة يعتبر بشكل مستقر في آخر 5 سنين، فهُم فبناء مش عليه محتاجين مش أصلًا محتاجين، زيادة، يعني بالضبط، الزيادة دي بتبقى زي bonus أو حاجة بالضبط، حاجة بس بتخلّيني upgrade حتّة صغيّرة. بالضبط، لإن أنت في الآخر برضه المستوى المعيشة هناك هو متقارب أوي ما بين الناس. أوكي. إمم. فما فيش اختلافات مش يعني زيّنا، مش لأ، إحنا هنا لأ، عندنا في فروقات يعني أنت كبيرة. هنا مثلًا ممكن تشوف مثلًا إيه الشغلانات اللي بتاخد مرتبات عالية، دكتور ما مش عارف، يعني إنما دكاترة الدكتور بياخد يعني يعني مش عارف يعني، بس هو مثلًا لأ، هتلاقي إن هتلاقي أنت حتى نفترض مثلًا هنا المهندسين، أنت عندك المهندسين هنا ممكن تلاقي واحد المهندسين ما لسه بياخدوش كتير. لأ، بس قصدي عشان هتلاقي العدد في بقى. في 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 تفاوت، يعني ممكن آه، تلاقي آه، مهندس مثلًا بياخد رقم كبير، لأ ما فيش هناك تفاوت. يعني ممكن هنا أعتقد مهندس ممكن ياخد مثلًا 3 أضعاف واحد في نفس السن مثلًا يعني، يعني ده آآ ممكن يحصل. يعني أنا هناك مثلًا باشوف لأ، even الناس اللي هي بتشتغل شُغلانات بسيطة، يعني مثلًا هاشتغل ممرّض أو ممرّضة، هاشتغل مثلًا شغّال في محل مثلًا، أيًا إمم، كان محل لبس، أكل، هتلاقي مرتباتهم مش وحشة، لإن هناك الحد الأدنى للرواتب هو يعيّشك عيشة كويسة، آه. أوكي. إحنا هنا الحد الأدنى للرواتب قليل جدًا، تقريبًا كان مش عارف 2700 جنيه زاد إمم، 3000 يعني ما ده اللي أنا باتكلّم عليه، إن أنت مش بتاخد risk في حياتك عمومًا، في الحياة اللي هي المادية. صح، ف أيوه أنت يعني بس أنت بقى شايف إن ما هو طَب ما هو الثبات اللي أنت بتتكلم عليه ده ما بقاش موجود، فهل فكرة السفر لسه موجودة جوّه دماغك آه طبعًا، لإن باحس عمومًا الموضوع الدنيا أهدى وفي قوانين وفي فاهم يعني يعني الموضوع مش اقتصاديًا بس، لأ يعني كل الاقتصاد كل ده حاجة، جزء، جزء كل إيه بقى حاجة تاني طبعًا. غير الاقتصاد؟ بالنسبة لي عمومًا باحس يعني أنا بالنسبة لي ما باحبش أسوق بقى اللي هو هنا السواقة هنا تحس إن أنت على طول اللي هو في تعب، تنشنة، تنشنة في وتعب وتبُص تنشنة قدّام دايمًا وورا آه. وفوق وتحت أنت معاك حق واحد جاي فعلًا. عكس فجأة، برّه ما فيش الزحمة اللي الناس بتسافر أيوه، عشان آه. طلعت عشان الزحمة دي. لأ فعلًا لأ، يعني ما عنديش مشكلة أقف زحمة في إشارة بدل ما أقف زحمة في حاجة ما لهاش لازمة، ما أعرفش هي آه. إيه. فهي دي بتبقى برضه مشكلة والجو فعلًا زي ما هو قال التلوث، الحاجات دي أنا فعلًا بتفرق يعني. طب أنا هاسألك سؤال، أنا يعني هل أنت البلد لو ما كانش حصل فيها تعويم، هل تحب إن أنت تكمّل فيها برضه لو العملة ثابتة؟ لأ ما هي مش اقتصاديًا بس طبعًا. يعني أنت في أسباب فع تانية. عادي لأ أسافر برضه. أنا كده، كده لازم آخد تجربة مهما حصل، حتى لو رُحت وما اتضايقتش على الأقل ما أجيش بعد هي 10 فكرة سنين التجربة دي عامةً برضه لازم أجرّب. وهنا مش بقى ممكن يعني أنت شايف أنا هاسألك سؤال يا مصطفى في الأول، آه. شايف إن أنت تاخد التجربة دي وأنت صغير أحسن والّا تستنى وتاخدها لمّا يعني تاخد مثلًا هنا خبرة معيّنة في الشغل، تروح هناك على شغلانة تعتبر كويسة والّا لأ وأنا صغير أول ما أتخرّج وهاروح هناك وهاتكحرت سنتين 3 وأنا صغير ما عنديش مسؤوليات كتيرة، ما عنديش ارتباطات كتيرة، وبعد كده الدنيا تبدأ تضبط معايا وأبدأ أفوق بقى لحياتي والّا العكس؟ أظن وأنا صغير عشان فعلًا هابقى في الأول في طاقة وبتاع، ممكن أشتغل أي حاجة، ممكن أبتدي أفهم الدنيا. آه. لمّا أكبر أنت خلاص أنت حاسس إن أنت استقريت هنا خلاص، أنت بس كده أنت مش لمّا تكبر هتروح على حاجة على حاجة شغل خلاص برضه موجودة، تبعها. يعني أنا مش عارف الحتّة دي أوي، بس أنا مثلًا لو عملت كده في بلد برّه مش هيبقى أحسن لي أصلًا لو جيت هنا بيها؟ نسأل شريف بقى أنا مش السؤال ده عارف إيه أنا الأحسن بقى، يعني أنت شُفت لأ، هناك ناس لسه رايحة ولسه بتشق طريقها كده وهي صغيرة، هل ده أحسن إن أنت تتكحرت سنتين 3 يعني هيخلّيك توصل أسرع، والّا فكرة إن أنا لأ، أنا أشتغل هنا وآخد الخبرة وأروح هناك يعني جامد نوعًا ما إمم. مش لسه صفر ومش أحسن حاجة، بس اللي هو عندك شوية خبرة يعني. باحس بصراحة لو أنت سافرت وأنت لسه صغير، الموضوع هيبقى أصعب شوية، لإن أنت لسه already
يعني ما اتجوزتش، فانت بنسبه كبيره جدا قاعد في بيت باباك ومامتك، فانت معتمد عليهم اه بشكل كبير جدا. فبتروح تاخد الصدمه بتاعت ان انت تعتمد كل حاجه على نفسك، اوكي غسيل واكل، لان انت برضو هتكون هناك لسه ماديا مش احسن حاجه، فهتبقى انت اللي عايز توفر، وهتبقى مثلا قاعد في سكن مع حد امم وبتطبخ بنفسك وبتغسل والحاجات اه دي. ايوه فدي اللي لوحدها البهدله دي ده بهدله، لوحدها حتى شغلانه. لو انت عملتها في مصر اصلا. اه اه فبس بس بحس بصراحه ان انت في الاول لا هيكون عندك مجال للغلط عادي. يعني انت اه زي ما هو قال، انا هخسر ايه لو جربت؟ ايه صح المشكله؟ انا لسه صغير عادي، مش مم. لو رحت جربت في الاخر ايه اللي هيعود عليا؟ مش بالعكس. هتخسر حاجه بحس تجربه. السفر اكسبيرينس مم. وخبره لازم تاخدها يعني، او حتى لو ما خدتهاش امم بس هي في وقت ما هي كويسه هي بتفيدك عموما اكيد على المستوى الشخصي، يعني في اللي انت التعاملات. البهدله اللي انت قلتها دي، فكره ان انا اروح واتبهدل واتمرمط واغسل واعمل، هو ده في حد ذاته هيخليك تنضج. تعتمد على نفسك. اه وتعتمد على نفسك وتكبر، ان انت ما بقتش معتمد اعتماد كلي على اهلك او على مم. لما تتجوز، يعني هيخليك انت نفسك تعرف تعيش لوحدك، ودي حاجه اعتقد ان بالظبط. هي يعني حاجه من كويس. الحاجات الكويسه في السفر يعني. اه بس في الشغل بقى بحس شوية، لا أنا مثلا بالنسبة لي في الشغل أحسن إن أنت تاخد يعني على الجو الشغل الأول في البلد، عشان قاعد بتشتغل مع ناس بيتكلموا نفس امم اللغة بتاعتك، يعني انتوا نفس العادات والتقاليد ونفس كل حاجة، فتاخد الخبرة هنا الأول وبعد كده تسافر هناك. إلا لو في ناس كتيرة مثلا بتسافر على شغلانات ملهاش علاقة بالحاجة اللي هم بيشتغلوها، ايوه اه هي دي بس الفكرة. فأنا بالنسبة لي لا، يعني بس الأحسن. الشغل ما يختلفش اصلا من هنا وهناك. انا بص انا كنت خبرتي عايز اقول كده. للحته دي، انا بحس بجد يعني انا ما اعرفش ازاي هم بره في اوروبا، انا ما بتعاملش مع حد بيشتغل في امريكا يعني او في امريكا، اشتغلت مع ناس في اوروبا، ما اعرفش ازاي هم متقدمين عننا كده، بس هم بجد ما بيشتغلوش. أنا موافق على الرأي ده يعني تماما. انا يا جماعه هو انتوا يعني هو دايما تحس ان هو انا بعمل اللي عليا وبس. صح. يعني انا دي حصل لي كده لاج اول ما بدات اشتغل، يا جماعه هو ده الطبيعي؟ طب ده انتوا المفروض احسن مننا. انا بصراحه بحس شويه، هو ايه الاختلاف؟ انا مش بشوف اختلاف. هو الناس عادي جدا، الناس بتضيع وقت عادي اه جدا وبيقعدوا يرغوا، وفترة البريك بتاع الغدا ده بناخد ساعتين غدا عمالين نرغي عادي جدا. فهو فين؟ ما احنا بنروح الصبح بنفطر ونقعد نشوف هناكل ايه. عادي يعني عادي زي شؤون جدا، زي الطلبه زينا هنا. عادي يعني، عارف. وبيروحوا يشربوا قهوة الصبح، هنضيع وقت برضو فيها. فبحس هو بس لا يمكن وهنا متكحرتين اكتر، يعني هنا ممكن تلاقي الشخص بيشتغل شغلانتين ثلاثه مثلا عشان يقدر يعيش عيشه كويسه، وفي نفس الوقت يعني يا جماعه ازاي ده؟ يعني ازاي احنا عندنا العقليه بتاعت ان انا اطحن نفسي في الشغل، وفي نفس الوقت الناس تانية لا انا يا دوب بعمل اللي عليا، انا فعلا لما اجي اطلب حاجه من حد زياده عن اللي هو المفروض يعملها، لا انا مش بتاعتي. هي دي حقيقة. يعني أنا مثلا، يعني أنا هقول لك أنا شخصيا على كيس عندنا إحنا مثلا بالنسبة لنا بيعينوا الناس، فالناس آخرها مثلا بيشتغلوا من الساعة 9 ل 5، بعد الساعة 5 خلاص أنا خلصت. اه تمام. وبنزل بقى أخرج بالليل طب ما اسافر بقى يا وأهيص جدعان. تمام. والويك اند تمام جدا. فسألت طب انتوا يا جماعه ايه اللي بيخليكم تعينوا عرب يعني؟ اه فقال لك من الاخر العرب يعني بيحبوا الكحرطه، هما اللي بيشتغلوا. هم اللي بيشتغلوا. فاحنا بالنسبه لي ممكن اكلمك في الويك اند هترد اه لغايه الساعه 7 8 بالليل هترد. لو انت عليك تاسك انت اوريدي انا عارف ان انت هتسهر عليها ومش هتنام غير لما اه تخلصها. فهم بيبقوا عارفين الحته دي. فبس انا في الاخر بحس شويه ان هي داخل فيها عقده الخواجه، ان احنا شايفين دايما ان الاجانب اكيد احسن مننا. تمام. احسن في دي ايه؟ مش حقيقة، لا بس هي انا بصراحه هم شفتها مش. دلوقتي متقدمين عننا، ما ده حاجة ما نقدرش ننكرها، بس انا بقى يعني هل بقى التقدم ده عشان مثلا سيستم، عشان في سيستم للبلد، فكل واحد بيعمل اللي عليه فقدروا يعملوا كده، احنا مثلا يعني بنشتغل اكتر بس بطريقة عشوائية اكتر مثلا. ممكن انا شايف كده. بص هقول لك على حاجه، انا برضو بشوف حاجه تاني ان هم اكيد يعني اتولدوا محطوط لهم قوانين اه صارمه ده جدا. اللي انت عايز تسافر عشانه، موضوع القوانين، يعني موضوع ان انت تبقى حاجة سيستماتيك، بالظبط. اه انت هتروح هتتحط ترس في المكنة وهتعيش كويس يعني، او هتنبسط ويمكن تعيش حياة احسن من اللي عايشها هنا. بحس هنا دايما انا بحس دايما يعني الحاجة الوحيدة اللي انا شايف ان هي مش احسن حاجة هنا، دايما دماغك مشغولة بالمستقبل. بالمستقبل، لان انت بره عندك بحس ان انت جمعيه، عندك قسط، مدارس عندك مش عندك عارف ايه، جماعة هتجوز بالظبط. اجيب المصاريف دي منين هناك؟ لا صح فعلا انا مقتنع مفيش. بكده.
فانت بقى مصطفى شايف فكره ان انا اروح هناك في سيستم جاهز، وانا ابقى ترس في المكنه دي من غير بقى، انا خلاص دوري معروف وهروح اعيش مبسوط والدنيا تمام، بس في نفس الوقت انا مش هطلع بره الحته اللي محطوطه لي دي. شايف ان دي عامه حياه اريح من فكره ان انا لا انا اقعد هنا واحاول اكحرت يمين وشمال، يمكن حاجه تضرب ويمكن لا. حلو بُص، هو مشكلتي مع الملل برضه، هو أنا لو systematic أوي ما هو واضح ان هو هي سيستماتيك. سيستماتيك بس أنا يعني. هابقى أريح نفسيًا برضه، يعني هابقى عايز أعمل اللي أنا عايزه، فاهم؟ مش اللي أنا عايزه أوي بقى، بس اللي هو مش ما فيش حلم بعيد، فاهمني؟ بس اللي تضرب دي برضه يعني بس هو برضه بره خلي بالك كويسة. في الامريكان دريم بس انا هقول لك على حاجه، هي النقطه اللي انت قلتها دي صح، هي هتعتمد هل انت هتحب الروتين، إمم. وهتحب ان انت تشتغل في بيئه ما فيهاش اي توتر اعصاب، آه. بيئه كلهم ريلاكسد ومرتاحين، فانت ممكن تحس ان انت مرتاح ومبسوط، إمم. معيش اي توتر ولا اي ضغط. او انت ممكن بالنسبه لواحد تاني لا انا حسيت بملل يعني، ملل إمم. ما فيش أنا اي حسّيت اكشن. بالاتنين، طب أنا كده انت كده في النص بقى. أنت كده واقف على الحدود يعني. لأ. طب أنا هاسألكوا سؤال ممكن ناخده حتى بعد الفاصل ده. تمام. إمم. هل كل الناس مستعدة إن هي تسافر أو عندها يعني القابلية إن هي تسافر؟ طيب إيه بقى يا مصطفى؟ كل الناس مستعدة إن هي تسافر؟ لأ طبعًا. مين اللي مستعد يسافر ومين اللي لأ؟ أنت شايف أنت مستعد تسافر؟ يعني شوية يعني أنا حاسس إن أنا عايز أجرّب، فممكن أكون مستعد، ممكن أكون مش مستعد لمّا أروح أعرف إن تلاقي الدنيا مخربقة خالص. اللي هو طب إيه اللي صدمة. المفروض إن يعني أنت شايف يعني مش تشوف قصدك إيه؟ استعداد نفسي؟ أصل زي استعداد ما أنت كل قُلت حاجة بقى، زي يعني سيبك من الفلوس، يعني طلّع الفلوس برّه. اكيد ماشي. زي ما أنت قُلت آه. في الأول، الاعتماد على النفس مش كلّه يعني، زي ما أنت الناس عايشة مع أهليها بس أنا فأكيد لو طبعًا. جيت حد قال لي دلوقتي أنت هتعتمد على نفسك، هاقول له أنا هاعرف، يعني أي حد ما فينا فأنا دي بالنسبة هو لي ما عادي جرّبش، أنت يعني مثلًا جرّبت هنا تقعد تعيش لوحدك، فأنت عشان شايف إن لأ أنا تمام لو فعادي أنا سافرت مش هابقى متضايق. المشكلة كلّها في التعامل مثلًا، التعامل مختلف. صح. عايز أبقى لأ بس هاروح. أنا برضه في نقطة تانية، هي فكرة إن أنت تتعامل مع ناس مختلفة، إمم. يعني هل أنت شايف إن أنت عندك استعداد تتعامل مع ناس مش هاقول لك بقى وحشين، بس هم اتربوا تربية مختلفة، إمم. يعني مثلًا في اضطهاد، في عنصرية ناس بقى. عنصرية، في مثلًا ناس عندها تفتُّح في أماكن إحنا مش في دماغنا، ويعني ديننا ما بيقول لنا مثلًا إن ده غلط، إمم. الناس دي ما ده حرام فأنت هتتعامل مع كل ده. أنا شايف إن برضه في جزء نَفْسي كده من جواك اللي هو أنا أقدر أتعامل مع كل الناس دي والّا لأ، أقدر أتعامل مع الاضطهاد، أقدر أتعامل مع العنصرية والّا اختلاف لأ. الثقافات عامة، أيوه بالضبط، هو أنا حاسس إن اختلاف ده أديان، اختلاف عادات وتقاليد. هل برضه اللي أنا باقوله ده بقى يعني ممكن ناخدها من الناحية التانية، هل ده موجود؟ هو أكيد موجود بس أنا شايف إن تأثيره هو يعني، إزاي؟ أنا هقول لكم مثال بسيط. ليه لعيبة الكورة المصرية مش زي محمد صلاح؟ ليه مش كله بينجح في الاحتراف؟ بيقول لك على طول معرفش يتأقلم. أيوه ما هو صح. فكرة التأقلم دي يمكن احنا بنشوف الفكرة دي أكتر في لعيبة الكورة عشان هم مشهورين والإعلام متسلط عليهم، آه، إنما أكيد في ناس كتيرة جدا بتسافر ما تعرفش تتأقلم تشتغل برضه. وبيرجعوا بس ما نعرفش عنهم حاجة. آه. ففكرة التأقلم دي لا، أنا شايف إن هو صعب، يعني مثلا تأقلم على جو مثلا اللي بيروح روسيا أو كندا وجو برد شتاء إمم. طول السنة ده تلج، فهل الناس كلها مثلا احنا متعودين على جو تاني هل انا عارف اتأقلم؟ مش عارف يعني. إمم. إمم. في مثلا ناس بتسافر مثلا بلاد معينة بيتكلموا لغات صعبة، هتضطر ان انت لازم تتعلم اللغة. الbarrier ده ده برضه حوار بتاع تاني اللغة ده. ده حوار إحنا كل اللي بتتكلم فيه برضه أمريكا مش عارف حتى لو أوروبا معظمهم بيتكلموا إنجليزي، طب افرض بالظبط. مثلًا سافرت حاجة زي الصين، لا دي الصراحة أنا مش يعني جاهز بقى خالص. طب هل انت يعني كواحد لسه اوريدي هتتخرج، هل انت شايف ان انت عندك سهولة في التأقلم عن واحد اكيد اكبر منك، صح؟ طبعًا أكيد، لإن أنت أنا زي ما أنت شايف كده قُلته. برضه، أنا شايف إن هو فعلًا يعني يعني هيتأقلم أسرع. وكمان أنت هتبتدي من الأول هناك، امم. فهتبقى فاهم الدنيا على طول يعني، إنما مش هتبقى خدت حاجة من هنا وتروح بيها هناك، هتغيّر كل ده تاني. بس قصدي مثلا حتى لو عادات وتقاليد ما مثلا. هو أصل الدول دي ما فيها يعني، أمريكا دي ما فيها يعني، ما فيش حاجات كتير كلّها في الأفلام عادي يعني، لو حاجات. لأ بس هُم هناك كل حاجة موجودة، يعني مثلًا هتتكلم في أمريكا هم قصدك عندهم جنسيات تانية كل يعني؟ الطوائف بقى مش جنسية يعني كل حاجة، يعني أيوه، قصدي أيوه، أنت هتتعامل إحنا هنا برضه مهما حصل في الآخر المجتمع ملموم، أيوه. وأنت متربي فيه فأنت مش فارق يعني مش حاسس إن في مشكلة. ما فيش فروق أيوه. لكن هناك على فكرة مثلًا ممكن واحد يقول لك إن أنت فكرة إن أنت عربي ده في حد ذاته يبقى يضطهدك على كده، صح. إمم. فكرة إن أنت مسلم فكرة إن أنت يعني أيًا كان الأفكار اللي في دماغهم، مش كل الناس كويسة، فأنت ممكن انا تقابل انا ناس. ممكن اسالكم سؤال حلو، هل انتوا شايفين ان البلد اقدر احكم عليها
من بس ان الاعلام والميديا والافلام، يعني مثلا زي ما تقول في امريكا يجيب لك مثلا الافلام اللي هو في المدارس ثانوي بيضطهدوا العيال متنمرين، ومش عارف في الجامعات بيبقوا ايه والكلام ده. فهل ده حقيقي ولا لا؟ انا قول انا قول. حاسس انه صعب قوي ان انا اعرف البلد من ده، اه لان هو في الاخر هو بيوريني مثلا لو انا شفت فيلم امريكي فهو يعني هيوريني جزء في امريكا، انا ممكن اللي انا هسافره ده في حته تانيه خالص. بس طب ما انا هعرف منين؟ بالظبط. يعني برضو ده جزء سؤال تاني. انا يعني هو لا، يعني انا اجابت على مم. سؤالك لا، بس ايه الحلول التانية؟ مش عارف، بفكر معاك وبس. انا شايف ان هو اه تعتمد عليه. لان هو بشكل كبير. على حسب الافلام، يعني على حسب النقطه دي بيزود يعني افلام بيكرروها المهرجانات، في بقى هي اللي بتبقى مركزه قوي على اللي هي الشارع، الحاجات الدراما. الحاجات اللي هي مش حلوه، يعني اللي احنا طب ما ما احنا بنحبهاش. بالنسبة لنا كمصر جابوا فيلم مش عارف اسمه ريش ده ولا اه، اه في ريش ده اللي طلع هو جاب، هل ده بيمثل مصر انا بس؟ مش شفتوش لا. الصراحه، مش عشتوش انا ما شفته بس بس كان تقريبا كان بيتكلم حاجه. عن يعني حاجة عشوائيات قوي لا، اي، بس بتكلم في ده افلام حاجه، عاديه. ايوه. طب هل ما ده ده هل بتكلم ده في افلام بيمثل عاديه. مصر بس؟ لا، مش بيمثل مش مصر. بيمثل مصر بس بيمثل جزء من مصر. انت لو شفت افلام كتيره زيه ممكن تكون صوره اه حتى ولو صغيره. يعني انا هسألك سؤال، لو انت مثلا واحد صاحبك معاك في شغل اجنبي، وجيت هو قايل لك انا عايز اعرف عن مصر، فتيجي تقول له مثلا اتفرج على مجموعة افلام معينة، ايه الافلام اللي يتفرج عليها عشان يعرف مصر؟ آه، يعني احمد تفتكر؟ حلمي بقى اللي هو بتاع عسل عسل اسود، اسود. عسل عامة اسود. عسل اسود ممكن حقيقة عامة. ايوه، اه، انا بقول لك عسل اسود زي حقيقي. العنصريه في امريكا على طول تلاقي في افلام عليها وبيشتموا بعض، فده بس بيحسسك برضه مش كل الولايات. ما انت انت هتشوف جانب وحش بس مش كله وحش. يعني انت لو شفت فيلم عن العنصريه هتحس ان العنصريه دي موجوده في كل شارع في امريكا، بس ده مش صح. هو صح. مش صح، بس بس موجود. بس وطالما اكيد. بيحطوا عليه افلام كتير يبقى هو يبقى عايزين هو يقللوه، يبقى انا هو كتير. متفق معاك، اي يقللوه او حتى يعني اوريدي موجود واحنا عارفين، فمش بالظبط. هنخفيه. هو فانا لو متفق فيلم معاك. واحد، انا بقول لك مش هحكم على بلد من فيلم واحد، لو نفس التوبيك عملوه في كذا فيلم يبقى في حاجه بتحصل فعلا هناك، فاهم؟ صح. هم عايزين اه يوعوا الناس. طيب انا هسألك بقى شيف دلوقتي سؤال، بما انك انت كده كده خلاص سافرت، تمام. فانت شايف بقى الحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها، الاضطهاد والعنصرية الثقافة المختلفة عامة، هل هي مؤثرة عليك وشايف ان هي جزء كبير من الحياة، ولا ده حاجات صغيرة احنا بس مركزين عليها عشان مش شايفينها؟ بص بصراحة يعني أنا زي أي حد تاني أكيد عندي كان تطلعات عالية جدا عن البلد عامة وكأوروبا، وإن أنا شايف إن أنا هروح هناك جنة. همشي. جنة جنة، وهشم هوا نضيف، والدنيا حلوة والشوارع فاضية أنا مش هكدب عليك إن هو في الهوا حاجات. نضيف. الهوا نضيف، لا هو الهوا نضيف بصراحة. يعني بس برضه هقول لك على حاجه بصراحه، في الهواء نضيف دي او مثلا كاوروبا، هو يعني ربنا رزقهم ان هم بعاد عن مثلا خط الاستواء، فبناء عليه والارض مش الجو احسن. صحراوية، مش صحراويه، الزرع. عندهم لا بس دي خضار تفرق عن اكتر، العوادم. فالهواء نضيف. اه، لا، ما هو حته العوادم يعني ممكن حاسس بشكل انها ما. بتسبب مشكله في مصر بالذات يعني. بالظبط وبرضه عشان الزحمة، انت برضه خلي بالك انت متكدسين كلنا في اه القاهرة. يعني على فكرة مثلا انت لو رحت اسماعيلية اه هتلاقي الجو حلو. يعني انت ممكن برضه عشان صح. احنا متكدسين قوي جوه القاهرة، فانت فعلا. شايف كل حاجة وحشة، لكن حتى في مصر نفسها، يعني بره القاهرة واسكندرية اه، اماكن تانية. والمناطق الزحمة دي هتلاقي الجو برضه لطيف يعني. بس مثلا بصراحة اللي أنا شايفه إن هو فعلا لو ناس مثلا بتحب النظام فلا هم منظمين، ومش مش بشوف إن الشعب مش بمزاجه يعني عامة، يعني دي لمعلوماتك. لا هو ده مجبور على كده. مجبور على كده. اوكي. ناس كتيرة جدا بتكلم بقى مع ناس عادية، هل انتم متفقين على القوانين دي؟ لا. بس احنا لا، احنا يعني لازم. زي ما انت بتقول احنا اتولدنا بقينا ترس في المنظومة دي، ما ينفعش مم. تكسرها. يعني انت مش شرط ان انت تكون مقتنع بكل القوانين. احنا بقى هنا اللي عكسنا شوية، احنا للأسف احنا شعب بنحب الاعتراض قوي. يعني لو جينا مثلا في شركة طبقوا قانون جديد، هتلاقي الاعتراض اكتر من القبول. هناك اه. هم عندهم لا، المرونة في حتة ان انا هوافق على القانون. وحاجة تانية انا بحس ان احنا عندنا، معرفش برضه صح ولا غلط، انا بحس ان احنا عندنا الجزء بتاع الفهلوة، اه طبعا. ان انا ازاي اضحك على القانون. اه طبعا. يعني انا ما اعتقدش ان دي موجوده بره، يعني حاسس لا. دي حاجه ده في لا، الجين دي المصري. عندنا. والله انا سافرت وبحاول ابوظ قوانين. فهي موجوده فعلا. بحاول اشوف ايه الحاجه اللي احنا نقعد نعملها على اي اساس يعني تتحايل. انا ابني كنت بتفرج مش عارف على حد او حد حكى لي، مش فاكر كان ايه الموقف، بيقول لك انا ببقى عايز مثلا لو انا في قانون معين ما اعملوش واشوف النتيجه، والله لقيت النتيجه وحشه، او لقيت النتيجه ان في نتيجه كبيره عن الموضوع، اه فساعتها خلاص همشي، يعني هحاول ان انا اعمله.
يعني هو الاساس ان انا مش همشي على القانون، لا بعدين كده يعني ربنا يسهل بقى يعني. بنشوف كده اه يعني لا الحتة دي فعلا احنا عندنا موجودة كبيرة يعني. يعني انا بصراحه الحته دي بحس ان في فهلوه كده في هو احنا الموضوع. عندنا موضوع ممتع شويه عشان الحوار ده، بس هم حياتهم احسن برضه في الاخر، بس هم هم ملل. ايوه ايوه فانت صح. تختار بقى، يا تنبسط في يا الفرهده وكده صح. هما الحياة سيستماتيك جدا، انت عارف ان انت لو ركنت في حتة غلط ما ينفعش فيه الركنة. بس انا مش بشوف مثلا ان هما بيجربوا يعملوا كده، يعني هو هو خلاص عارف ان ده غلط فانا مش خلاص هعمل انا مش كده. هعمله انا يعني. سافرت اه مره جربت فحاولت برضه اكسر. يعني مثلا هناك مثلا من الحاجات اللي انا بصراحة كانت عجبتني جدا ان هما بيحترموا الناس الكبار السن او المقعدين مم. زائد الناس اللي عندهم اطفال، فبناء عليه في مش عارف القانون ده ولا ايه، بس الشوارع كلها لازم فيها مطلع على اساس ان انت لو معاك كرسي ولا اللي هو حاجه. الويل فريندلي ده بالظبط، اه. او حتى حد معاه سترولر للاطفال فلازم تقدر تطلع عليه. وعندهم بقى احترام للعجل والناس، يعني كل اه حاجه ليها. الاماكن لازم مكان لحد المقعد. انا باجي مثلا في مصر السيتي ستارت مثلا ولا حاجه تلاقي المكان ده متاخد، ده ما تضمنش مين اللي راكن فيه بس هو متاخد. هناك كتير جدا عادي جدا تلاقيه فاضي يعني عادي، اه محدش يقدر يفكر يركنه حتى اه. لو الدنيا زحمه واخر مكان محدش هيركن، ممنوع. مم. بس يعني بقى الفكره في ايه، ان احنا مثلا هنا ممكن يعدي كتير جدا واحد يركن ومحدش هيبقى عارف ما عادش اصلا. وهيمشي. هناك هم مش هياخدوا الريسك ده خلاص. مم. انا لا يعني لا انا مش هعمل كده. طب انت شايف إن دي حاجه حلوه اصلا ولا لا؟ بالنسبه لي. بصراحة النظام فيه حاجات أنا شايفها إن هي يعني كويسة أكيد. مم. بس مش عارف يعني برضو حتة اللي جوايا إن النظام كتير بيقلب بملل يعني. بس ثانيه، ما انت بتقول. بس هو هيخلي الحياه احسن يعني، ما هو اه هيقلب أكيد بملل بس هيخليك انت عايش حياه احسن. أكيد هي دي بس انت بتقول هم هناك بيضيعوا وقت في الشغل اصلا، فترس مكنه ايه وبتاع من لا غير ترس في السيستم، سيستم. مش في الشغل، لا يعني بس هم هم. بيعرفوا يجيبوا طريقه وعلى حلوه. فكره هم برضه ترس في الشغل، يعني تحس ان هم انا هفضل في الشغلانه دي، ما عندوش بقى الطموح ان انا هكبر، اه، ما ما عندهمش. عندوش طموح ان انا هروح بقى في حته بس تانية. عندهم فلاتات برضه. اه طبعا، ما هو اكيد احنا يعني صعب قوي اتعمم مش على كل بتعمم حاجه يعني، اه بس مم. قصدي. بس في ناس كتيرة جدا لا عادي فيهم اللي يطلق عليه مصطلح الموظف عادي جدا. أنا مش عايز بالظبط. أكبر في الشغل أنا لان عايز أكبر. هو عايش وهو مبسوط. مستريح فهو عايز يعيش ايوه. بقى. بص انا بحس يمكن فعلا انا فكرت في الفكره دي. فعلا تروح وتحس الناس صاحيه الصبح رايقه ومبسوطه وداخله بتبتسم وصباح الخير صباح الخير، فاللي هو بحس الناس فعلا ايه الروقان اللي انتوا عندكم ده. فعلا لما جيت يعني قعدت فكرت في الموضوع ده كتير، وفعلا ما عندهمش كم الضغوطات اللي صح. عندنا. فاحنا يعني احنا ما تحطوش في الضغوطات دي عشان نقدر نشوف هم بقى هيبقى لما رياكشنهم عامل رياكشن صح ازاي. صح. فدي برضو حاجه ما تقدرش تحكم عليها يعني. بالظبط. بيصحوا الساعه 5 الصبح كلهم فاهم. جزء كبير انا مش عارف بيعملوها ازاي. والله حلو. انا لغايه دلوقتي مش عارف. هتعرف تتأقلم، هل مش ده من هحاول بقى. لا الاكسبكتيشنز دي اللي هم؟ هحاول، دي النوم صعب بس هشوف يعني. يعني يعني اصل هم اعتقد كمان عشان الدنيا بتقفل بدري فهم بيناموا بدري ايوه فبيصحوا بدري اه فهو عايز زينا، فهي لوب بقى عشان احنا يعني. بنقفل متاخر فبننام متاخر. بس بص احنا ما بنقفلش اصلا. احنا احنا ما احنا بنقفلش بننام بص اساسا. هو فعلا الحاجه اللي انا شايفها هو الاكل هناك انضف يعني. الكواليتي. ككواليتي اه. الكواليتي كواليتي. ما بيحطوش مثلا، استغربت جدا الموضوع ما بيحطوش مواد حافظه في الحاجه. اوكي. يعني مثلا يعني في حاجات كتيره قوي جبناها في الاول وباظت، كناش عارفين انها الحاجه بتبوظ اصلا يعني. لان هنا. يعني مثلا انت مثلا مثال بسيط علبه لبن، اه. علبه اللبن دي ممكن تحطها في الثلاجه عندك شهر مثلا عادي. عادي. آه. هناك علبه اللبن لو انت فتحتها 3 ايام وتبوظ لان ما فيهاش مواد حافظه. بس عارف ان هو مكتوب عند علب اللبن عندنا كده. انا عمري ما قريت بس انا الحاجات دي. بفتحها اكتر من 3 ايام وما بتبصش. اه، انا بفتح عادي. يعني بس هي يعني بعد مكتوبه الفتح عليها، بس مكتوب عليها ثلاث بعد ايام الفتح 3 انا ايام بسيبها عادي اسبوعين. لا اكتشفت هناك كتير جدا حاجات ما بيحطوش، فلما سالت الناس ايه يا جماعه ما بتحطوش ليه، قال لك علشان بنحافظ على اقرا صحتنا. يعني لا وكمان نحافظ على صحتنا، طب احنا صحتنا مالها يا جماعه، ما صحتنا كويسه. فلا يعني اللي بشوفه فعلا على موضوع الصحيان بدري ده، بشوف ناس كتيره جدا الصبح منظمه، تصحى الصبح تمشي تجيب في القهوه عز بتاع. البرد، وكمان ناس كبيره قوي في السن. اه يعني يمكن انا شايف ان دي بصراحه ان الناس الكبار عندهم في السن بسبب ان صحتهم هم احسن. صحتهم احسن بكتير اه اه بالظبط. بصراحه دي يعني. حقيقة. واكيد من غير برضه ما هو ايه طبعا مواد الحافظه بقى وكل الكلام كل ده الحاجات كله اه. بقى على اكيد. بعض انت لما يخليك بتسافر تعيش. هنا على فكره مثلا يعني شرم الشيخ ولا الغردقه والحاجات دي، بتشوف ناس روسيين، اللي هم الروسيين دول يعني مش احسن اوروبيين ده كمان. بتلاقي فعلا ناس كبيره وصحتها صحته كويسه كويسه. و80 90 سنه وبيلعبوا فولي وبتاع. يعني حاجه انت اللي بس قابلك عندنا برضو هنا. انا بحس في الاخر ما هم ده مش نظام ولا عادات ولا اي حاجه، هم حاجه هم حبوا ان هم يعملوها وبناء عليه نتائجها كويسه. يعني انت هنا مصر هل انت مثلا لو انت جيت
بتاكل الاكل عادي بتاع البيت إمم. او ما بتاكلش من بره كتير، يعني بتاكل من البيت، وحبيت ان انت كل يوم تنزل تمشي وكده، طب ما انت صحتك. هتبقى زي كده يعني يعني انا هقول هو لك على حاجه، اختار الناس اللي في الارياف اوكي، ما هم اللي في الارياف دول ما بياكلوش كتير قوي من المطاعم والفاست فود والحاجات دي فتلاقي فعلا كلها، صحتهم احسن. وبياكلوا بس السمنه البلدي والحاجات التقيله، بتلاقي الناس ما شاء الله تقعد لسن 80 و90 سنه وصحتها كويسه، صح بيكونوا اصلا كمان شغالين شغلانات صعبه، شيال مش عارف ايه، فبتستغرب ان هو راجل كبير في السن صح وشغال كده. صح. أيوه. فهو فعلا الموضوع ملوش علاقة بالظبط، بالبلد على قد ما هو ليه علاقة بعاداتك انت عادات نفسها انت بتحط نفسك اللي هي فيها. متدمرة يعني عندنا يعني بالظبط. بس ماشي اعتقد كده يعني جبنا كل المواضيع. فقولوا لنا بقى انتوا كده تحت في الكومنتس شايفين ايه، انتوا مع ولا ضد السفر؟ ومفيش حد صح، ما اعتقدش ان في حد صح وحد غلط، لا صح لأ يعني لازم ما تجربة. يعني بالظبط، انا هي حاسس ان تجربه لازم وكل شخصية تاخدها على حسب آه. يعني ما حسب اعتقدش. تأقلمها. صح صح. بس لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وبس كده، سلام.